والناس على الله اشهد ان محمد رسول الله. برق ورعد ومطره وحاجه صعبه. عايز احكي لكم على الموقف ده. الموقف ده احنا كنا في شلاتين، واللي انت شايفه قدامك ده مش ليل، والله انت مش هتصدق. احنا كنا بالنهار. الموقف ده احنا بالنهار. بص البرق والرعد لما بيضرب، بص الدنيا بتنور ازاي. حوالي الساعة 12 الظهر الدنيا قلبت ليل. شيء مرعب جدا 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 جدا. الدنيا قلبت ليل، ما نعرفش اليوم ده ازاي حصل كده، لكن برق رعد الدنيا ليلت الساعة 12 الظهر، واحنا في عرض البحر والرئيس بيجري باقصى سرعة عايز يلحق يخش بينا كنا. وكان اليوم غريب جدا. وبصراحة انا نزلت اليوم دوت اشتريت لايف جاكيت، خليته اساسي، يبقى اساسي في عدتي. ما كنتش عمري بهتم بالحكاية دي، لكن اليوم ده انا اتشهدت فعلا. اليوم ده انا كنت خايف جدا جدا جدا. كنت خايف لان كنا حاسين ان القيامة بتقوم. يعني ايه تبقى الساعة 12 الظهر والدنيا تضلم؟ كانت غيامة فظيعة جدا وبرق ورعد ومطر، والمركب كانت فلوكة صغيرة كده بس مع الريس شاذلي مطير، ده من الناس اللي المشهورة جدا هناك. فكان ربنا يبارك له يا رب، قدر بسرعة جدا. يعني مشينا حوالي ساعة ونص أو ساعتين من الرعب عبال ما وصلنا الكنة. أول ما دخلنا الكنة لقينا معظم المراكب كانت هي كمان وصلت للكنة. الحمد لله ربنا نجانا ورجعنا بسلامة الله. دي من الفيديوهات ومن الأيام اللي كانت صعبة علينا جدا في عرض البحر.